لو عايز تعرف انا طلعت هنا ازاي، انا دلوقتي نفسي مش عارف. من شجرة زلومة الفيل بقول لك امسح شات جي بي تي من تليفونك حالا. اكبر جريمة ممكن تعملها في حق نفسك هو انك تكون لسه بتتعلم في مجال معين وبتستخدم شات جي بي تي في كل خطوة فيه. يعني مثلا على سبيل المثال الطلبة بتاعت الجامعة اللي عندهم اساينمنتس وبروجكتس وكل الكلام ده، سهل جدا جدا، اسهل حاجه ان انت تدخل على شات جي بي تي ويحل لك الاساينمنت كامل ويكتب لك كود كامل والدنيا زي الفل. بس في النهايه انت بتخسر جزء مهم جدا جدا في العمليه التعليميه، وهي العصف الذهني، ازاي تعصر دماغك عشان تطلع حل للمشكله. طيب امتى استخدم شات جي بي تي؟ استخدم شات جي بي تي لو انت راجل مش فاضي وعندك خبره في مجال معين، خبره كبيره جدا، وفي تاسكات في المجال ده ما عندكش وقت ان انت تخلصها، فساعتها تستخدم شات جي بي تي عشان يخلص لك المهام التقليديه بتاعتك. وفي نفس الوقت اللي هتوفره ده تكون انت بتعمل فيه حاجه مهمه مش بتضيعه. يعني لو انت اصلا بتضيع وقتك فاعمل التاسكات بنفسك، لكن انت راجل مشغول ومش فاضي تعمل تاسكات معينه، فبتبتدي ان انت تعمل لها اوتوميشن بالذكاء الاصطناعي والاي اي. مش شرط شات جي بي تي، في تولز كتير جدا مهمه بتعمل بيها اوتوميشن للشغل بتاعك، وبيوفر عليك مجهود ووقت كتير جدا. لو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى تابعني.